أهلا بيكم في مراجعة جديدة. عمرك تخيلت في يوم من الأيام إنك ممكن تخلي مورجان فريمان يسجل لك رسالة بصوته؟ أو إنك تعمل بودكاست كامل احترافي من غير ما تشتري ميكروفون بآلاف الجنيهات ولا حتى تفتح بقك بولا كلمة؟ النهاردة احنا بنتكلم عن تطبيق، مش مجرد تطبيق بيحول النص لصوت من بتوع زمان اللي صوتهم كان عامل زي الروبوت المصدي. احنا بنتكلم عن ثورة قلبت موازين المحتوى في العالم كله. النهاردة مراجعة تطبيق 11 لابس. مش بس تطبيق، ده استوديو خاص هيفضل في جيبك، وهكشف لك كل التركات المستخبية اللي هتخليك تعمل أصوات مستحيل حد يفرقها عن الحقيقة. بس ما تنساش اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. اول حاجة عايزاكم تعرفوها عن التطبيق ده ان هو تطبيق لتحويل النصوص لكلام او لصوت. التطبيق واخد المركز التاسع كأعلى تطبيق تحقيقا للأرباح على متجر التطبيقات جوجل بلاي. طب ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ وايه السبب اللي خلاه وصل لكده؟ اولا، التطبيق ده بيفهم الجملة اللي انت كاتبها له، يعني بيفهم مشاعر الجملة دي المفروض تكون ايه وينطقها على اساس ده. يعني لو جملة فيها غضب الصوت يعلى فجأة ويبقى فيه حدة. لو كاتب جملة حزينة هتسمع نهجة الحزن في الصوت. كمان التطبيق من التطبيقات القليلة جدا اللي بيدعم اللغة العربية وكمان العامية المصرية. التطبيق بقى بيفهم روح اللغة العربية وبينطق العامية المصرية بمنتهى الطلاقة. لو عرفت تظبط التشكيل صح هتلاقيه بينطق النص بتاعك كأنه إنسان فعلا حقيقي بينطقه، وده عن تجربة. أنا جربت 11 لابس فعلا لفترة طويلة، سجلت عليه بودكاست كتير جدا، بكتب له السكريبت وهو بيحوله لصوت، واشتغلوا عليه كمان في التحديثات الجديدة وظبطوا مخارج الألفاظ العامية بقت أفضل وأحسن بكتير كمان من الأول. كمان من أهم المميزات في التطبيق ده هو تعدد اللغات. انت تقدر تحول السكريبت بتاعك ل29 لغة تانية بنفس نبرة الصوت. انت نبرة الصوت انت اللي بتختارها في التطبيق وبتحدد له اللغة. وفي بقى لهجات ولكنات كتير جدا في تطبيق تقدر تختارها وتخلي السكريبت بتاعك ناطق بيها. وتعالى اقولك بقى على شوية تريكات مستخبية في التطبيق انا استخدمتها وهنقلها لك عشان يفرق معاك التطبيق وتروح بيه في حتة تانية خالص. واول تريكة هقولك عليها وهي تريكة الفويس كلونينج، استنساخ صوتك. تقدر ترفع عينة من صوتك لمدة دقيقة وهو يقدر يولد منها ساعات من الكلام. بس تركة هنا هي نقاء العينة. لازم تبقى محافظ على ان العينة اللي بتديها عينة تبقى من صوت نقي ونضيف ومايك نضيف. لو رفعت صوت فيه دوشة النتيجة هتكون سيئة جدا. والسر في انك تسجل في مكان هادي وتخلي نبرة صوتك محايدة عشان التطبيق يعرف يشكلها براحته. بعد كده هيديك هو سكريبت كامل او ساعات من الصوت ده اللي اديتهوله بنفس نبرة الصوت. تاني تركة مهمة جدا وخد بالك منها وانت بتستخدم التطبيق، وهتلاقي جواها شوية تركات مستخبية هتفرق معاك جدا في النص. الناس بتفتكر ان التشكيل بس للحروف فتحة وضمة وكسرة. في 11 لابس كل علامة ترقيم بتفرق في الصوت. الفاصلة بتفرق، النقطة بتفرق، علامة التعجب بتفرق. لو انت عايز الصوت ياخد نفسه حط فاصلة، لو عايزه يندهش حط علامة تعجب. جرب تحط قوسين وتحط جواهم 3 نقط قبل الكلمة المهمة، هتلاقيه عمل وقفة درامية تخلي اللي بيسمع يتشد. يعني هو بيمثل كل كلمة بس انت زبط له علامات الترقيم وزبط النص بتاعك. تالت تركة، انت تقدر تتحكم في المشاعر بتاعت الصوت من جوه التطبيق. بتلاقي فيه مؤشرات، لو زودت الاستابيليتي بتاعت الصوت
بيبقى رزين وهادي، ولو قللتها الصوت بيبقى فيه مشاعر اكتر ولعب في النبرة. بس خلي بالك لو قللتها قوي ممكن الصوت يقطع، فالتوازن هو اللعبة كلها. ركز على انك تبقى متوازن في كل المؤشرات. التطبيق ده مش بس للي بيعملوا فيديوهات لليوتيوب، انت لو كاتب ممكن تسمع رواياتك بصوت فخم جدا وتعدل فيها. لو انت صانع محتوى تقدر تعمل دبلجة لفيديوهاتك بلغات تانية وتوصل للعالمية. لو انت عندك بيزنس تقدر تعمل رد آلي لشركتك بصوت مذيع محترف من على التطبيق، من غير ما تدفع المبالغ الخرافية اللي ممكن تدفعها في حاجة زي كده. وفي النهاية عايزة أقول لكم إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، اللي مش هيستخدم الأدوات دي هيتأخر كتير جدا. تطبيق 11 لاب متاح دلوقتي على الستور، والنسخة المجانية منه حلوة جدا. استغلوها في الأول لحد ما تفهم التريكات اللي قلتلكوا عليها. ما تنسوش جربوا التطبيق واكتبوا تجربتكم في التعليقات، وانا ان شاء الله اكيد برد عليكم. اكتبوا لي تجربة ايجابية ولا سلبية، ولو قابلتكم سلبيات اكتبوها لي بالتحديد هي ايه. ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو جديد.